السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنكمل كورس تأسيس القراءة والكتابة المستوى الثاني اللي قربنا نخلصه، ووصلنا لحرف الميم بالحركات الثلاثة: فتحة، ضمة، كسرة. اهلا بكم بقناة مس أروى، ويلا نبدأ مع بعض ونقول الدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علم. احسنتم، جزاكم الله كل خير. يلا نبدا مع بعض بلغه الحروف. ع، عي، عو، شطار. غ، غي، غو، فا، في، فو، قا، قي، قو، كا، كي، كو، لا، لي، لو، ما، مي، مو. ممتازين. تعالوا نفتكر مع بعض الحروف يا ولاد ونحل التدريب ده. بصوا كده يا ولاد، شطور بقى اللي هيقول لي الإجابة ايه. اختر الإجابة الصحيحة. عندنا ده ايه يا ولاد؟ لسان. لسان. لسان بيبدأ بايه؟ لسان. لسان. بيبدأ بايه؟ بأنهي حرف فيهم؟ حرف ده؟ طب الحرف ده صوته ايه يا ولاد؟ ليه. طب اسمه؟ لام كسرة. صوته ليه. شطار، ممتازين. طيب شوف الصورة اللي بعدها. ده ايه يا ولاد؟ كأس. 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 بيبدأ بايه؟ بيبدأ بالحرف ده. الحرف ده صوته ايه يا ولاد؟ شا. ممتاز. يبقى مش الحرف ده، احنا بنقول كأس. كأس. يبدأ بالحرف ده. لا، الحرف ده صوته ايه يا ولاد؟ فا. شطار. احنا بنقول كأس ما بنقولش فأس. كأس. الحرف ده صوته ايه؟ كا. يبقى ده الحرف اللي بتبدأ بيه كلمة كأس. ممتازين. الحرف ده كامل ولا ناقص يا ولاد؟ الشطور اللي هيقولي كامل ولا ناقص؟ ناقص، عشان ليه ايه؟ ايد تمسك في الحروف اللي بعديها. شطار. حرفنا النهارده يا ولاد هو حرف ميم. اسمه ايه؟ ميم. مين الشطور اللي فاكره يرفع ايده؟ انا. ميم. ميم. شطار. حرف الميم عايز يلعب مع الحركات الثلاثة الجمال. أول حركة هتلعب معاه هي حركة إيه يا ولاد؟ شطور اللي هيقول لي حركة الفتحة. ممتاز. هتلعب مع الميم الكاملة، وكمان هتلعب مع الميم إيه؟ الناقصة. شطار. دول شطار جدا ما شاء الله النهاردة. آدي الميم الكاملة وآدي الميم الناقصة. طبعا احنا عارفين الحركات لما بتيجي تلعب مع الحروف بتغير ايه؟ اسمها وصوتها. ممتاز جدا. يبقى هتغير حرف الميم وتسميه ايه؟ ميم فتحة. ليه؟ لانها بتلعب معاه فلازم تاخد ايه من اسمها، فتسميها ميم فتحة. شطار. ميم فتحة. ميم فتحة. شطار. اللي بيعرفوا يجاوبوا هم المتابعين. شطار جدا. ميم فتحة. ميم فتحة. جميل جدا يا ولاد. وهتغير كمان صوتها. فهنغير الصوت يبقى عامل ازاي؟ نفتح الصوت. ما. 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 افتحوا فمكم يا ولاد اكتر. ما. 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 ميم فتحة. صوتها ما. ما. شطار. ميم فتحة. ما. ممتاز. جت حرف الميم برضو عايزة تلعب مع تاني حركة. شطور اللي هيقول لي تاني حركة اسمها ايه؟ شطور اللي فات. اللي بتقعد دايما تحت الحرف. كسرة. شطار. طب قولوا لي بقى الشطور اللي هيقول لي كده كسرة صح؟ كده صح انك كده الكسرة؟ خطأ. كده هتقلب ايه؟ فتحة. هنا الكسرة هنا صح؟ شطار. ممتازين ممتازين ما شاء الله اللهم بارك. ادي كسرة تلعب مع ميم الكاملة والميم الناقصة. طبعا هتغير ايه؟ اسمها وصوتها، فهتسميها ميم كسرة. هتسميها ميم كسرة. ميم كسرة. هتغير الصوت يا ولاد، فالصوت هيبقى عامل ازاي؟ نكسر الصوت. اسمعوا كده. مي. 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 شطار. مي. مي. ميم كسرة. مي. ميم كسرة.
مي شطار. جت بقى الميم وقالت فاضل حركة لسه ملعبتش معاها. الشطور بقى اللي مركز معاها ها هيقول ايه الحركة اللي لسه ملعبش معاها؟ مين الشطور اللي هيقول؟ ها حركة ايه؟ الضمة. شطار، حركة الضمة. والضمة مكانها فين من الحرف يا ولاد؟ فوق الحرف. شطار، الله اكبر عليكم. قالت لها برضو هغير ايه؟ اسمك وصوتك. شطار. فهتسميها ميم ضمة. هتسميها ميم ضمة. هتسميها ميم ضمة. وهتغير الصوت يا ولاد. فهنعمل الصوت ازاي؟ هنضم الصوت ازاي؟ اسمعوا كده يا ولاد. مو مو مو. ميم ضمة مو. ميم ضمة مو. شطار. يبقى احنا عندنا اصوات الحرف الميم مع الحركات. يلا نقولها بسرعة. ها ما مي مو. شطار. ما مي ما مي. اسرع. ما مي. بنعملها اسرع. ما مي مو. مامي مو. مامي مو. شطار. جينا بقى لفقرة الفوازير والالغاز. حذر فزر نعرف الفزورة هي ايه. واول فزورة معانا يا ولاد الفزورة بتقول ايه؟ الفزورة بتقول ايه يا مس اروى؟ الفزورة بتقول ايه يا مس اروى؟ افتكرت. شيء مصنوع من الحديد بنستخدمه عشان نفتح الابواب. يعني الباب مقفول فعايزين نفتحه. بيبدأ بميم كسرة مي. ميم كسرة مي. نفكر كده يا ولاد ايه هو الشيء اللي بنستخدمه عشان نفتح الابواب وبيبدأ بمي. مي مي. يلا معانا ايه؟ هعد ل3. 1 2 3. شطار. ها مفتاح. مفتاح مفتاح. يبقى مفتاح بتبدأ بإيه يا ولاد؟ بميم كسرة صوتها مي. شطار. طب أنا يا ولاد هحطها عند الحروف وتقولوا لي هو كده صح ولا لأ؟ ها هنا صح كده يا ولاد؟ خطأ. أنا بقول إيه؟ أنا بقول مفتاح. مفتاح. شايفين فاهمين عامل إزاي؟ مفتاح مفتاح. يبقى عند إيه؟ ميم كسرة مي. شطار. وتاني فزورة معانا يا حلوين. الفزورة بتقول مبنى كبير بيستخدمه المسلمين للعبادة والدراسة وتحفيظ القرآن الكريم وبتقام فيه الصلوات وكمان بنروح نصلي فيه صلاة الجمعة. ها وبيبدأ بميم فتحة ما. ميم فتحة ما. يلا نفكر يا ولاد مع بعض ونشوف ايه هو المكان اللي المسلمين بيروحوا يصلوا فيه وبيقعدوا يحفظوا القرآن فيه وبنسمع الأذان فيه وبنصلي كمان فيه. ها بيبدأ بميم فتحة ما. ها أعد ل3. 1 2 3. مسجد. مسجد. الآن مسجد. شطور. شطور أو شطورة جدا جدا. مسجد ما. مسجد. يبقى مسجد بتبدأ بإيه يا ولاد؟ بميم فتحة ما. مسجد ما. مسجد. ممتاز. شطار شطار جدا ما شاء الله ما بارك. طيب اخر بقى صورة معانا يا ولاد او اخر فزورة معانا بتقول فنان او شخص بيعمل حركات استعراضية كده كوميدية بتضحكنا جدا. خلاص. وبيقعد يلبس بقى باروكة كده مليانة الوان. اللبس كله الوان وبيبقى حاطط انف كده. انف لعبة كده بتبقى لونها احمر كبيرة جدا. وبيقعد يعمل حركات كده في السيرك او بنشوفه في المسرح. وبيمسك الكور ويقعد يلعب بيها كده. وبيبدأ بميم ضمة مو. ميم ضمة مو. ها نفتكر كده يا ولاد. ها او نفكر كده يا ولاد. مين الشخص اللي بيلعب بالكورة ويقعد يلعب كده بالشكل ده وبيبقى لابس لبس بيبقى كله الوان وحاطط انف كده كبيرة لونها احمر وبنقدر ان احنا نشوفه في السيرك او في المسرح او احيانا في التلفزيون. وبيبدأ بميم ضمة مو. ميم ضمة مو. ها شطور ده يقول لي. نعد ل3. نعد ل3. 1 2 3. ده ايه؟ مهرج. اسمه ايه؟ مهرج. 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 مهرج بيبدأ بايه؟ بميم ضمة مو. بصوا بيبقى لابس الوان كتير جدا يا ولاد.
ويمسك الكورة ويقعد يلعب بيها كده ومبسوط ويضحكنا كده، بنشوفه كمان في السيرك يا ولاد كتير قوي. يبقى اسمه ايه؟ مهرج. 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 ميم ضمة صوتها مو، شطار جدا. يبقى احنا خدنا النهارده يا ولاد حرف الميم بالحركات الثلاثة. ها، ما، مي، مو، شطار يا ولاد. تعالوا نشوف هنكتب حرف الميم ازاي يا ولاد بالحركات الثلاثة. نبدأ بالميم الكاملة. حرف الميم يا ولاد عشان يتكتب بنكتبه ايه؟ مثلث، امشي بيها على السطر وانزل بيها تحت السطر. لكن احيانا بيبقى صعبة على الاولاد فممكن نكتبها دائرة صغيرة امشي بيها على السطر وانزل بيها تحت السطر عشان نسهل على نفسنا. طب الميم الناقصة برضو بنفس الطريقة، دائرة صغيرة او مثلث فرد ايديها على السطر. طب حركة الفتحة بنكتبها ازاي؟ بالشكل ده يا ولاد، شرطة مايلة فوق الحرف، شرطة مايلة فوق الحرف، شرطة مايلة فوق الحرف. الميم كسرة ميم، ممكن نكتبها مثلث امشي بيها وانزل بيها تحت السطر، خلاص. او ممكن اكتبها دائرة امشي بيها وانزل بيها تحت السطر. والميم الناقصة دائرة فرد ايديها على السطر. الكسرة هنكتبها شرطة مايلة تحت الحرف، شرطة مايلة تحت الحرف. الميم ضمة مو، تمام يا ولاد. دائرة الضمة دائرة صغيرة وبتتزحلق فوق الحرف أو واو صغيرة. تعالوا نشوف بقى هنكتب أو هنقرأ ازاي يا ولاد. يلا نبدأ بقراءة أول كلمة. ها، أول كلمة اللي هنقرأها دلوقتي هي كلمة واحدة. ها، حرف ده صوته ايه يا ولاد؟ ها، صوته حاء. جميل جدا، حاء فتحة حاء. ها، عشان هي فاردة ايديها تمسك الحرف اللي بعديها. حرف ده صوته سا. جميل، نقرأ الصوتين مع بعض. حاسا، 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 حاسا. طب تعالوا نقرأ بقى حرف ده صوته ايه يا ولاد؟ ما. ما. تعالوا نقرأ الكلمة على بعضها. حسا ما، حسا ما. أسرع، حسمة، حسمة، حسمة. ممتاز. دي كانت حلقتنا النهارده لحرف الميم بالحركات الثلاثة. لو عجبتكم لايك وشير واشتراك، واي سؤال او اي كومنت سيبوها لي برضو في كومنتات تحت الفيديو. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.